عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه حلويات اسفاء. اليوم حبيت نخرج شويه على المعتاد، وجاتني فكره انني نقدم لكم افكار للكوتي او الكاسكروت او اللمجه على حسب كل منطقه كيفاش تسميه للضيوف، ولكن غادي نقيد ميزانيه محدده واللي هي 30 درهم فقط. بالطبع هاد 30 درهم ما داخلينش فيها المواد الاساسيه بحال الدقيق الزيت والسكر اللي متوفرين في كل البيت. المهمة كانت صعيبة شوية ولكن ماشي مستحيلة، وراه معروف على السيدة المغربية حسن تدبير المصروف ديالها ودائما كتعرف كيف تسيرو بدون تبذير. فاذا كنتي كتحتاري شنو توجدي لضيوفك في هذه الوجبه وكانت ميزانيتك محدوده، تبعي معايا هذا الفيديو اللي غادي يفيدك ان شاء الله. ودابا نخليكم مع الصور وطريقه تحضير الوصفات وفرجه ممتعه. فقبل ما نبداو بغيت نوريكم صوره بهذا المواد اللي خديت دوك 30 درهم. فكيف تلاحظوا كل حاجه كتبت عليها شنو هي، وكتبت تحتها الثمن باش خديتها. فهادشي كامل خديته ب 30 درهم، بقات لي عاد نصف درهم. وبسم الله وعلى بركه الله نبداو تحضير الوصفات. وغادي نبدا نحضر ملويات الصغار ديال الفران. ففي قصريه وضعت 500 غرام من الدقيق الابيض، ضفت عليها واحد نصف ساشي ديال الخماره ديال الحلويات، و50 غرام ديال الزبده تكون رطبه، وملعقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، 2 معالق كبار ديال السكر، والملح حسب الذوق. انا تقريبا وضعت ملعقه صغيره ديال الملح. وكنبدا نخلط هاد المقادير بهذا الشكل، وانا كنزيد في الماء حتى نجمع عندي العجينه تتشبه العجينه ديال المسمن، يعني العجينه تماما تكون شويه مطلوقه، ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه بزاف. وكندلكها جيدا من بعد ما كنجمعها بالماء البارد. يعني انا هنا الحال سخون ما استعملتش الماء الدافئ، استعملت فقط الماء البارد. كنبدا ندلك العجينه ديالتي مزيان بحال الشكل ديال غادي نحضروا الملوي العادي. من بعد ما كندلكها مزيان كنقسمها على شكل كويرات، وتقريبا انا هنا درت 9 ديال الكويرات، وتنخليها ترتاح تقريبا 10 دقائق. عاد كنبدا نقرص. بعد ما ارتاحت لي العجينه 10 ديال الدقائق، كنجهز الطاوله ديال العمل اللي غادي نخدم فيها. كنجيب الزيت هي باش غادي نطلق العجينه ديالتي، يعني الشكل عادي كما كنطلقوا الملوي العادي. كنبدا نطلق بالزيت وكندوب الزبده باش غادي ندهن الملوي ديالي من الداخل. فمن بعد ما كنطلق العجينه او الكره ديال العجين بهذا الشكل، كنطلقها، نحاول نطلقها مزيان قدر الامكان. من بعد كنرشها بالزبده مزيان. استعملت هنا الزبده ديال المارغرين، بامكانكم تستعملوا زبده عاديه اذا بغيتوا. ومن بعد كنبدا نلويها بالشكل اللي كتلاحظوا، وتنوضعها جانبا ونستمر وتناخذ حبه اخرى ديال العجين وتنطلقها بنفس الطريقه. من بعد ما كنطلقها ايضا ديك الكره ديال العجين كندهنها بالزبده، وكنرجع نوضع من الوسط منها داك الرولي اللي لوينا في الاول ديال العجينه بحال هذا الشكل، وكنعاود نلويها وكنتابع بنفس الطريقه حتى كنكمل كاع الكرات ديال العجين، وتنحصل على كره بحال هذا الشكل، كيف عفوا على رولي كبير بهذا الشكل. بعد ما ساليت كاع دوك 9 ديال الكرات ديال العجين كيف تلاحظوا، هذا هو الشكل ديال الرولي. كنجيب الموس وكنبدا نقطع بهذا الشكل بحال اللي كنصاوبوا الشناك، وتنجيب الصينيه ديالي اللي مدهونه بالزيت وتنحط فيها هاد الحبات. بعد ما بيناتهم شويه لانه مازال غادي نخليوهم، غادي نطوهم نخليوهم يخمروا مازال ملي كيدخلوا الفران كيزيدوا يتنفخوا شويه. فمن بعد ما تنسالي نعمر الصينيه تنخليهم يخمروا جانبا واحد نصف ساعه، ومن بعد نرجعوا عندهم.
وبين ما خمروا لي دوك الملويات فغادي نحضروا الحلوه اللي اسهل حلوه واكثر حلوه اقتصاديه في العالم، واللي هي الغريبه. ففي قصريه هنا وضعت نصف كيلو من الدقيق الابيض. هاد نص كيلو ديال الدقيق كنزيد عليها واحد 50 غرام ديال الجنجلان يكون محمر، وكنزيد ايضا كاس ديال الكاوكاو او 50 غرام ايضا كيف ما تلاحظوا راه مهرمش ماشي مطحون. كنزيد ايضا ديك نص خماره اللي شاط ليا من الملوي، وكنزيد خماره اخرى يعني خماره ونص، وواحد السكر ديال الفاني. كنزيد ايضا سكر سنيده، عندي 200 غرام ديال سنيده تقريبا زلافه الا ربع ديال سنيده. وتنخلط هاد المكونات الجافه مزيان، وكنجيب الزيت. هنا عندي الزيت اللي قليت فيها الكاوكاو كيف تلاحظوا هذا هو اللون ديالها. من بعد ما قليت فيها الكاوكاو كنبدا نجمع بها هاد الدقيق ديالي. فكنبدا ندير الزيت غير بشويه وانا كنجمع وتندلك في هاد الدقيق حتى كنحس به انه بدا كيتكور لي. دائما كنزيدوا الزيت غير بشويه وحنا كندلكوا في الدقيق ديالنا، لانه اذا كثرنا الزيت من الاول كتجي لنا الغريبه مزيته بزاف وما تجيش زوينه. فهذا هو الشكل ديال العجينه من بعد ما درت لها الكميه الكافيه ديال الزيت. من بعد ما دلكتها شويه فكناخذ شويه كنكورو ما بين يديها صافي كنعرف انها جاهزه. وتنكورها وتنوضعها في الصينيه اللي تدخل الفران، يا اما مدهونه بالزيت ولا مفرشه بورق الطبخ. كندير شويه ديال القرفه يعني اختياريه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم، ما بغيتوش ما ديروا ما ديروهاش. وكندخلها الفران يكون مسخن مسبقا. كلشي كيعرف الطريقه ديال الطياب ديال الغريبه. كنديروا لها كندخلوها النار تكون من فوقها تتشقق ونكملوا لها الطياب بشكل عادي. بعد ما ساليت من الغريبه كنرجع دوك الملويات الصغار كناخذ الزبده وكندهنهم بهذا الشكل بالشيته. يمكن لكم تستعملوا البيض باش اذا بغيتوا اللون ديالهم يجيكم احمر بحال الشناك. انا غادي نكتفي ندهنهم فقط بالزبده وكندخلهم للفران يطيبوا على خاطرهم باش يجيو مقرمشين من برا ورطبين من الداخل. في هذه الاثناء غادي ناخذ باش نحضر غادي ناخذ اناء باش نحضر الكيكه ديال الرايبي اللي كتجي هائله جدا. كندير 3 ديال البيضات في الاناء وكنزيد عليهم كاس ديال سكر سنيده. غادي نخلي لكم المقادير ديال كلشي مضبوطه بالغرام وبالكاس اسفل صندوق الوصف. ف كنضيف السكر على البيض وكنزيد السكر فاني وكناخذ الخلاط الكهربائي وكنضرب الكل جيدا حتى يولي اللون ديالو فاتح. اذا ما بغيتوش تستعملوا الخلاط اليدوي ديال يعني الطراب يمكن لكم ديروا هذه المرحله في المولينكس. كنطرب بهذا الشكل كيف ما تلاحظوا تبيض لي الخليط وكنزيد كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه. من بعد ما تندمجوا لي المكونات كلهم جيدا عاد كنزيد داك الكاس ديال الرايبي. الرايبي اللي ما تعرفوش هو مشروب ديال الحليب بنكهه الرمان. يمكن لكم تستبدلوه باي مشروب ديال اي يعني باي نكهه بغيتو مشروب ديال الحليب. بعد ما طربت الكل جيدا هنا كنزيد كاس ديال الدقيق الفورس وكنزيد جوج ديال الخمارات ديال الحلوه وجوج معالق صغار من البيكنج باودر وتنستعمل خلاط اليدوي. كنمزج هاد المكونات بهذا الشكل. من بعد ما تيتخلطوا لي شويه كنزيد ايضا جوج كيسان ديال الطحين يعني 3 ديال الكيسان اللي غادي نستعملو في هاد الكيكه. من بعد ما كندمج المكونات كلها جيدا صافي كنكبها في المول اللي غادي يدخل الفران. صافي من بعد ما تنخليها حتى طيب وتحمر ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها من بعد ما كطيب. هنا باش غادي نحضر حريشات غادي نحتاج هنا واحد نص كيلو ديال السميده نقص منها واحد شويه تقريبا عندي هنا 450 غرام ديال السميده. نقص منها شويه باش غادي نرش الحريشات. كنزيد واحد الملعقه ديال السكر سنيده. كنزيد واحد الخماره ديال الحلوه او البيكنج باودر. كنزيد نص معلقه ديال الملح او حسب الذوق. وهنا عندي كاس لا ربع ديال العنبه فيه خليط ما بين الزيت وما بين الزبده اللي شاط ليا على دوك الملويات. فمن بعد ما كنضيف هاد المكونات تنبسس الكل جيدا بيديا بهذا الشكل وكنجيب الماء بارد باش غادي نجمع هاد الحرشه. ودائما تستعمل اليدين الاصابع ديال اليدين ما كنعجنوش الحرشه باش تجينا زوينه. فكن هاد العجين ديال الحرشه كنديروه شويه خفيف وجاري وهي غادي تشرب من بعد يعني ما تخافوش. باش كتجيكم دائما الحرشه هشيشه خصكم دائما العجينه ديروها خفيفه وجاريه شويه.
وفي المقلاة الثقيله او اي مقلاة كتستعملوها باش تحضروا الحرشه، كندير هذا الاطار الصغيور وكندير شويه ديال السميده في وسط منه، وكنجيب كره من العجين ديالي ديال الحرشه وكنحاول انني نقادو في وسط من داك الاطار. كنجيب ملعقه وكنقاد مزيان الوجه بهذا الشكل، وكنستمر بنفس الطريقه حتى نعمر المقلاة ديالي بالحبات ديال الحرشه. اذا بغيتو تحضروا هاد الحرشه على شكل حرشه فرديه كبيره بامكانكم بطبيعه الحال. انا فضلت هاد المره نديرهم بهذا الشكل فرديين، كيكونوا اسهل واسرع التحضير. بعد ما كملت العجين ديالي كامل وضعته بهذا الشكل في داك الاطار وحضرت منه هاد الحريشات، كنبدا نرش القليل من السميده على كل حبه بهذا الشكل، وتنستمر تنحرك هاد الحبات حتى يتحمروا لي. كنقلبهم على الجهه الاخرى باش يتحمروا من الجهه الاخرى، ودائما كنستمر تنحرك هاد الحبات يعني باش يتحمروا لي بشكل متساوي ويجيو مذهبين بجميع الاطراف. فكنستمر كنطيب الحريشات ديالي حتى يطيبوا وتحمروا لي بجميع الجوانب. وغادي نرجع الان للكيكه ديال رايبي من بعد ما خرجتها من الفران وخليتها حتى بردات وضعتها في الطبق ديال التقديم. غادي نزينها او غادي نسقيها بهذا المربى بهذا الشكل كيف ما تلاحظوا. كندير لها كميه مزيانه، من بعد كنرش عليها داك الكاوكاو اللي خديت اللي بقى لي من الغريبه، كاوكاو مقلي ومهرمش. كنزينها بهذا الشكل، كتجي يعني تزيين بسيط ولكن كتجي هائله لا في المنظر لا في المذاق ديالها. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل. واحد الاخت كانت قالت لي علاش ما كتصوري لناش الكيكات من الداخل، فخصنا نشوفوا الكيكه من الداخل باش نجربوها. فها هي الكيكه من الداخل وعندك ما تجربيهاش، نتمنى انك تشوفي هذا الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي من بعد ما طيبته. هذا كيجي بحال هكا، كيجي مقرمش من برا ورطب من الداخل، كيجي هائل. اكيد غادي يعجبكم اذا جربتوه. ايضا ديك الغريبه حتى هي من بعد ما طابت كتجي مشقه وغزاله. دوك الحبات اللي درت لهم القرفه وخليت بعض الحبات ما درت لهمش. عندي ايضا دوك الحريشات من بعد ما طابوا بهذا الشكل، خديت منديل ديال المطبخ ومسحت عليهم دوك الزائد ديال السميد اللي كتحرق في المقلاة باش يجي الشكل ديالهم واللون ديالهم ذهبي وزوين بحال هكا. وتيبقاو دوك الامور اللي كنزينوا بهم الطاوله ديالنا على حسب المتواجد في كل بيت. انا هنا وضعت شويه ديال الزيتون الاسود، شويه ديال الزيتون المشرمل، والمربى اللي بقى لي نيت من الميزانيه، وشويه ديال زيت الزيتون ايضا اللي متواجده تقريبا في كل بيت مغربيه، والقليل من الزبده ايضا اللي بغى ياخذها مع الحريشات. وبطبيعه الحال ما نساوش الشاي المغربي بالنعناع. وبهكذا كيكون الفيديو ديال اليوم سالا. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا به كما استمتعت انا بالتحضير ديال هذه المائده. كانت تجربه صعيبه شويه لكن كانت جد ممتعه. نتمنى ايضا تكونوا استفدتوا من هذه الافكار البسيطه اللي قدمت لكم. اذا عجبكم الفيديو كيف العاده ما تنساوش انكم ديروا له جيم وتشاركوا في القناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ايضا خليو التعليقات ديالكم اللي دائما كتشجعني وكتحفزني باش نعطي المزيد. شكرا بزاف 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 على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.